بصوا يا بنات يا حبايبي، بصوا الشكل بتاعي بدون ميك اب وبدون اي حاجه. بصوا، هوريكم بقى الطرق اللي انا عملتها النهارده وعملتها فين وايه اللي حصل وشكل بقى قمر كده بدون نقطه ميك اب واحده. قمت بقى من النوم يا بنات، لقيت وشي بصوا بهتان خالص، وفي حتت غامقه وحتت فاتحه، وشي بايظ خالص من الشتاء وطبعا من الوضوء. بصوا، عمل زي مش عارفه شكله بقى مش عاجبني، لازم ارجع قمر زي الاول. طبعا رحت لحبيبتي والسنتر اللي بحب اروح على طول كل مره، بيوتي سنتر روز. جميل جدا زي ما انتم شايفين، وده الفرع الجديد بتاعه فتح جنبي. قلت بقى ده انا اروح بقى واظبط الدنيا وارجع موزه زي الاول. طبعا البيوتي سنتر ده روز عامل عروض حلوه قوي وتخفيضات 50% على كل حاجه. وليه فروع كتيره جدا في شبرا الخيمه، فرعين في مدينه نصر. رحت لها بقى قلت لها بصي يا ورده، بصي انا وشي بايظ خالص ومن الوضوء، وانت عارفه ان بشرتي حساسه جدا وما بستحملش اي برودكت تكون مش او ما تكونش اصليه بتبوظ لي بشرتي. انا عاوزاكي تظبطي لي بشرتي كده حلوه. قالت لي بس انت جيتي بقى الملعب يا حبيبتي، تعالي بقى اما اوريكي هعمل فيكي ايه النهارده، ارجعك موزه زي الاول. بصوا بقى، راحت اول حاجه حطيتها لي، حطيت لي جل، وراحت قعدت تنضف لي بشرتي عشان بشرتي طبعا حساسه، فنضفتها لي بالشفره نظيفه جدا. بعد الجل اللي حطيته لي بدات تنضف لي بشرتي واحده واحده زي ما انتم شايفين، وشالت لي كل الجلد الميت ونضفت لي بشرتي كويس جدا. دي كانت اول مرحله عملتها ليا في التنظيف، في تنظيف البشره. يعني فكره عامله عروض وتخفيضات حلوه قوي يا بنات، اكتر من 50% بمناسبه الفرع الجديد، وهي اصلا شغلها حلو قوي ممتاز. جربتها في كل الفروع، الصراحه شغلها حلو قوي. دي اول حاجه في تنظيف البشره. طبعا ظبطت لي بشرتي، خلتني شالت لي كل الجلد الميت وكل الحاجات اللي هي تصبغات. بص هو ايه بعد ما حطيت الماسك الفاتح، حطيت بقى ماسكات بقى كتير جدا زي ما انتوا هتشوفوا الوانات بقى. دي اول حاجه، الماسك الابيض ده حطيتهولي، وعملت لي حمام بخار على بشرتي عشان يفتح المسام. وبعد كده عملت لي الماسك دوت، وقعدت بقى بالجهاز دوت اللي هو كان في ايديها، قعدت بقى تعملي زي مساج كده في البشره عشان تظبط الدوره الدمويه في البشره وتخليها موحده ومنوره. قعدت بقى تعملي مش عارفه هو صراحه ده ايه بالظبط، بس هي تركيبات خاصه بالبيوتي سنتر بتاعها، مش مدرب برودكت ممتاز جدا يعني. قعدت بقى تعملي مساج في البشره كده زي ما انتم شايفين بالجهاز الغريب اللي في ايديها دوت. كان احساس ممتع جدا على فكره. وبعد كده حطيت لي بقى الماسك ده تاني، ماسك برضو حاملاه، وقعدت بقى تدلك لي بالفرشه او البتاع دي اللي في ايديها دي، مش عارفه اسمها ايه. بس جميله قوي، حاسه بانتعاش جميل جدا في البشره، وبتجري الدورة الدموية في البشرة وبتظبط الدنيا. بصوا، مساج فظيع، مساج فظيع. بعد كده حطيت لي بقى الماسك دوت اللي عامل زي ميه النيل ده، ولا اسمه ايه، الطيني ده، ولا مش عارفه اسمه ايه، مش عارفه اسمه ايه بالامانه. بس هو يعني انا كنت مبسوطه جدا وانا بعمل الماسكات دي. انا اصلا بشرتي حساسه جدا وما كانتش بتنفع مع اي حاجه. بصوا دي بعد الفاينل لوك بتاع الماسك الغريب دوت اللي لونه غريب. بس بعد كده بقى غسلته، قعدت شويه، بعد كده غسلته، وبعد كده حطيت لي بقى ده اخر حاجه بقى الفاينل ده. حطيت لي بقى دي تركيبه هي عاملاها جوه بتاعه التوريد زي ما انتم شايفين كده، بتوحد لون البشره وزي ما انتم شايفين. وده كان اخر اللوك، الفاينل لوك بتاعي. طبعا الجميله اللي عملت لي الحاجات الحلوه دي هي الاموره العسل الحلوه دي، روز ورده الجميله، هي اللي عملت لي الفاينل لوك ده. وطبعا بدون نقطه ميك اب واحده. بتقول لكم باي.